تقومي يلا عشان انا بلبس اهو عشان اروح الاهرامات. نعم يا نهار ابيض. نعم انا مش قايمه من النوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مبتسمة يعني. بصوا أنا هدخل في الموضوع على طول. طبعا ليلة رمضان يا جماعة أو اليوم الذي يسبق رمضان، كل سنة وأنتم طيبين. المفروض إننا بنبقى بنعمل إيه دلوقتي؟ أول حاجة بنجيب لحمة مفرومة ورقاق. خلاص أنا كده دماغي كده بجهز عشان فطار بكرة بقى وسحور النهاردة. بنتي ريم جايباني المتحف يا جماعة، جايباني الأهرامات، المتحف، وانا عايزه اروح ضروري اجيب فول من عم خميس. الله يسامحك يا ريم، الله يسامحك. يعني ولا جهزت اي حاجه ولا عملت اي حاجة. طب كنتي قولي لي امبارح بالليل، كنتي قولي لي والله العظيم ان انا كنت عملت شويه حاجات وحطيتها في الثلاجه ابقى عارفه ايه ده. بصوا في ميه اهو، اتفرجوا بقى معانا يا جماعه على اليوم ده. في ميه عشان لو انتم مش شايفين ففي ميه. هفرجكم بقى معايا. الدخول يا جماعه المتحف الكبير عند الاهرامات البالغين 100 جنيه، وفوق ال 25 سنه 200 جنيه. للجنسيات الغير المصريه 1700 جنيه و1000 ومش عارفه وكام. طبعا انا عديت ال 25 سنه يعني من حوالي 40 سنه. هو راجل حس كده ان انا معديه ال 25 سنه يا جماعه. انا باين عليا قوي كده بجد يعني. يلا مش مشكله، هتنزل المره دي بالفيزا، لازم بالفيزا. اعملوا حسابكم يكون معاكم الدفع بالبطاقه بالاي تي ام. ليله رمضان كل سنه وانتم طيبين. والله لهريكي تصوير. شوفي انتي اصلا ما بتحبيش السوشيال ميديا بس انا هقحمك فيها. اتفضل اهو بصورك. ها اتفضلي المتحف اهو، اتفضلي. اول ما دخلنا يا جماعه انا وجدو، ده هو ده مين؟ رمسيس؟ مين ده؟ المفروض ان انا كنا عارفه جدو يعني، بس معلش يا جماعه السن بقى بيحكم. ايوه يا جماعه سامحوني ان انا ما يعني انا اتلخبطت، بس انا فعلا يعني هو الدم بيحن. انا لا هو رمسيس يعني جدجي بقالي كتير ما شفتوش، فعشان كده احيانا بننسى. يعني يا جماعه البعيد عن العين بعيد عن القلب. جدجنا كلنا اهو. جدجنا. تعالي اما نشوف يا بنت خالتي. حطي لايك، حطي لايك، وكل سنه وانتي طيبه. لا لسه هاجي هنا بقى يا جماعه عشان اوريكم عظمه والاتقان بتاع الذهب والمشغولات الذهبيه. وداخله بقى بقلب جامد. اتفاجئت ببوتيك قدامه مكتوب عليه اختين. اختين ده اللي هو بتاع الشنط. فدي ده معرض يا جماعه. معرض ما عليكم. تعالوا نتفرج عند اختين نشوف عندهم الموديلات بتاعتهم ايه، لان انا شفت ان في ناس كتير جدا بتتكلم عن البراند ده ان هم بيعملوا شنط شيك قوي وجميله يعني. فخلينا لا بجد يا جماعه حلوه قوي زي ما فعلا موجوده في الويب سايت. دي سكر قوي. ماتيريال حلوه قوي، خطير ده. طبعا انتوا تسيبوا الدنيا دلوقتي وتسالوني الاسعار. اصبروا بس، اصبروا بس نتفرج على الحاجات التحفه ديت وبعدين نشوف الاسعار. انا عايزه اعرف سعر دي كام. دي 28,000 يا جماعه. طبعا بما اني طلعت من البوتيك وكده فخلاص مضطره بقى ان انا افضفض يا جماعه. قلت لها اما احنا بدأنا ب 28,000، طب احنا هنتوغل بعد كده. قالت لي انت شكلك مش عايزه تسالي على باقي الاسعار. قلت لها لا اقعدي بقى بيهم. ان انا ماشيه ب 1500 جنيه في جيبي وخايفه يعني، حاسه ان انا اغنى انسان في الدنيا يعني. بس كل حاجه يا جماعه وليها ناسها. في حاجات في نفس القطعه ديت ممكن تلاقوها بنص مليون يعني. وانا بقول لكم اشتروا، انا بقول لكم اتفرجوا. خالتي وجوز خالتي. طبعا يا جماعه في ناس كتير دلوقتي هيقولوا لي انتي بتتريقي وبتتمسخري ومش عارف ايه. والله العظيم ان انا بهزر.
لاني في البدايه قلت لكم مش جوي، بس انا جايه عشان ريمو كده، بس عايزه اقول لكم الاجواء جميله. مساء الفل، صباح الفل، عاملين ايه؟ تمثال أبي الهول بأسماء الملكين رمسيس الثاني ومرنبتاح. مرنبتاح MERE بالانجلش. مرنبتاح. دي يا جماعة واحدة في حياتي، هي وجوزها. نسيت اعرفكم على اسمها، رع. نفس الشخصية اللي في حياتي بس وهي متلونة. انا تعبت من كتر الصعود، والله رجليا وجعتني، انا مش عارفة هقف هجهز حاجات لاول يوم رمضان ازاي. في سلم اهو كهربائي، دي جايباني تخلص عليا باين. ريم باي باي. احساس جميل كده وانتي سايحه، تحسي انك سايحه كده في وسط السياح. بصوا يا جماعه، انا عرفت انا ميولي ايه او ايه اللي حبيته في المكان. انا ما بحبش التماثيل، تمام؟ احب اشوف الانيه الفخاريه والحاجات اللي كانوا بيستخدموها في الاكل، والمشغولات بقى، المشغولات بقى الاساور والسلاسل والحاجات دي بتشدني جدا يا جماعه. مش ممكن كميه الاتقان، يعني معقوله الحاجات دي كانت موجوده؟ يعني لدرجه ان انا شكيت في الامر. يعني اتاري احنا اللي بنقلد الحاجات اللي هي ايه الفرعونيه والحاجات دي. خلونا اما الف بقى اوريكم الكوليه اللي جاي ده. بصوا يا جماعه الشغل بتاع الذهب. جماعة أنا عندي طبق زي ده. واو، المزيد من المشغولات، الحلي والأساور. واو، بصوا 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 كمان. بصوا بقى ناخدها كده واحدة واحدة. شوفوا الشغل والجمال والإتقان. بصوا يا جماعة ركزوا في ده. They had turquoise, and the lapis was brought from Afghanistan. Oh, yeah. I'll show you the map now. The daily life during that period, what they are doing, the kingship and then the god. How to go? Super, it's just super heavy. Oh my god, I bet. It's neat, but it's all glass. That's yeah. انت فين يا ريم؟ يلا يا بنتي، عايزين نجيب رقاق ولحمه مفرومه، وعايزين نجيب فول للسحور وبيض. لا هو ايه ده بجد؟ ايه المتحف وكبر المتحف ده يا خبر ابيض؟ انا تهت من ريم. كبير قوي يا جماعه، يا خبر ابيض. دهاليز، قاعات، حاجات كتير قوي. فينك يا بنتي؟ عايزين نجيب رقاق ولحمه. في منطقه كده هتعدوا بيها هيجيلكوا طاقه سلبيه. التوابيت، المزيد من التوابيت. لا في نوعيات بقى. بصوا يا جماعه، سيبك من الحجر ده اي كلام، لا في حاجات كده بقى ايه ابانوس.
انا مش عارفه ريم فين. عايزين نجيب رقاق ولحمه. شوفوا البت انا وهي ضايعين من بعض بقالنا يجي اكتر من ساعه، وفجاه لقيتها في وشي عادي ولا بتدور عليا. شوفوا يا جماعه، وماشيه تصور. ريم لا بجد، طب احنا هنفضل ندخل من صاله لصاله. عايزين نجيب رقاق ولحمه وفول وبيض. اتضايقت بقى خلاص، عايزه امشي بقى خلاص. اتمشينا شويه يا جماعه واستمتعنا وكده، وعايزه بقى اجيب رقاق ولحمه يعني. في مطعم هنا اسمه زوبا، فقلت لها تعالي كده اما نبص على المنيو بتاعه، لو مناسب نفطر او نتغدى هنا. الاسعار يعني هو محتاج، انا بقول لها شوفي الاسعار. اول ما شافتها قالت لي ايه ده سعره كيليا ونص. لا اسعاره غاليه جدا جدا، سياحيه اوفر بطريقه مش تمام يعني. يمكن عشان المكان. يا جماعه احنا في الاهرامات يعني. هي ريم هتخلص عليا النهارده. لا يعني مش فاهمه. انا عايزه اجيب رقاق ولحمه. منطقه اثار اهرامات الجيزه بالنسبه يا جماعه للدخول المصريين والعرب، الزائر ب 60 جنيه اما الطالب ب 30 جنيه. عند هرم خوفو الزائر ب 150، الطالب ب 75. هرم منقرع 30 الزائر، 10 الطالب. خفرع عشان هو تقريبا بقى ببلاش يعني. المهم يا جماعه بقى عند شباك التذاكر لقيت لكم مكان سري بقى تحفه. ادخلوا بقى من جنبه كده، في كانتين هنا. القهوه والميه الاسعار حلوه جدا. سيبك من الجو بتاع تطلعي بره وتروحي حدائق الاهرام وبوابه واحد ومش عارف ايه وتشتري من هناك علشان توفري، او ان انت تاخدي بالاسعار السياحيه. لا الاسعار حلوه جدا على فكره. هنا ده مكان سري محدش يعرفه غير انا وانتوا دلوقتي، وربنا سبحانه وتعالى شاهد علينا. القهوه فنجان قهوه محترم كده مظبوط يظبط الدماغ ب 20 جنيه. في اي مكان في الدنيا عربيه واقفه في الشارع بيبيعوه لك ب 18 جنيه وب 15 جنيه. وريم جابت شيبس ومولتو بقى وحاجات كده نفس الاسعار اللي بره. تعالوا كيس البطاطس الشيبس اللي مكتوب عليه 5 جنيه ب 5 جنيه زي ما هو يعني، مش اسعار سياحيه ولا اي حاجه. يلا بقى دعوه حلوه، مش عايزه منكم اكتر من دعوه حلوه. يا ستي الكلاب بتاعت الاهرامات، ادي كلاب الاهرامات بعد ما بقوا مشاهير ناموا خلاص وانتخوا، ما بقوش بيقدموا اي حاجه للمجتمع خالص. وادي الاهرامات اهو. يلا يلا يا جماعه خدوا جوله معانا. مفيش مره جيت فيك الهرم يا هرم الا وتعبت. هي الناس لابسه كده ليه؟ احنا مش في السفاري يا جماعه، احنا في الاهرامات. لا بجد ليه لابسين كده؟ مهما تعملوا صيف شتاء الاهرامات والقلعه لازم يجيلك ضربه شمس. يعني مش هتغير الدنيا يعني، ده الطبيعي ده الطبيعي. انا قلعت الجاكيت انا هفطس. انا مش بكرهكم في الرحله يا جماعه، انا بهدي النفوس. يعني هو كده الاتجاه صح. يعني هم طب ليه بيطلعوا؟ مش فاهمه. بيطلعوا فوق عشان كده قطع تذاكر يخشوا الهرم. يعني هنا بيبقوا قاطعين تذاكر يدخلوا بقى جوه يتفرجوا على اللي جوه. ممكن يطلعوا جوه على الهرم. شكرا. انا ما كنتش فاهمه، انا قلت هم ليه طلعوا وليه نزلوا. اتاري يعني اللي عايز يدخل ده تذاكر تانية لوحدها. فريم خدت كده ايه اللي عدت نفدت الناحيه التانية وخلاص. يا لهوي على حجم الهرم يا خرابي. جايه بقى زعلانه عايزه تدخل المكان اللي جوه. يا بنتي والله يا جماعه يعني لما اخر مره جيت كنت في اولى اعدادي، دخلونا المكان اللي جوه دوت يوم مش هقدر انساه ابدا. اتخنقت ودخت واغمى عليا، وقعت على ظهر الابله وهي احنا بننزل مكان كده ضيق، فمش فاكره كنا نازلين ولا طالعين راجعين، فقمت واقعه اتكفيت عليها ويختي طلعوني متشاله. فمش قادره انسى ابدا اليوم ده، بقى عندي فوبيا منه. طب لو عايزه تدخلي روحي شوفي تذاكر ادخلي. روحي ادخلي. ما هي التذاكر هنا ولا بره؟ بره. ماشي روحي هاتي لك تذكره بره. مسك خلاص ما هي ريم لازم ايه تيجي تختم الاهرامات، يعني لازم تدخل تشوف خوفو شخصيا. اهي ريم راحت جابت تذكره دخول الاهرامات. ما اقدرش ادخل بقى انا المنطقه دي خالص. باي. مش لاقيه لك رد يا ريم والله. اقعدي يا بنتي اهدي. البت طلعت لي فطسانه من جوه. ما سمعتيش كلامي بره ضربه شمس جوه موته.
ما سمعتيش كلامي، ما عدتيش تعمليها تاني. بتقولي انا فطست جوه. طب صورتي بقى حاجات وكده؟ ايوه ده انا بموت طبعا. الم... ما عرفتش اصور حاجه. المهم يا حبيبتي، هديتي ايوه انبطيتي الحمد لله، عملت اللي عليا. يلا يا بنتي نروح، يا بنتي نحضر للسحور، يلا نجيب الرقاق واللحمه. انا كده بقى وانا شايلاه او كده؟ لا جيت يا جماعه عند امي عشان اجيب رقاق ولحمه. ماما انا كنت في الاهرامات يا ماما. ده مش ممكن. اهرامات ازاي يا بنتي في عز الساعه دي؟ البنت دي دخلت في قلب الاهرامات وكانت هتفطس، والله يا ريم ما تدخليش. اسم الله عليك. قلت عشان ما تقولش عليا ام عقه، قمت سايباها تدخل. يا يا ماما جرى لها حاجه بقى، كنت انت هتفرحي؟ تصدقي انا ما كنتش اعرف حاجه عنها اصلا، ما انا ما حجزتش عشان ادخل، انا قعدت بره عشان انا ما عارفه اللي هي شغلتيش سببها. قلبك ما كلكيش كده على البيت؟ لا انا قلبي ما كلمنيش، اللي هي عملته فيا انا قلت هسيبها هي والمجهول. لا يا ساتر يا رب. المهم يا جماعه تاني الحمد لله اللي جيتوا بسلام. الحمد لله. المهم ان انا عايزه رقاق ولحمه، بس عشان احنا لازم نفطر مع بعض بكره، لازم رقاق ولحمه. خلاص انا مقرره. هتصلك بالجزاره بقى اقول له ان شاء الله دلوقتي. ايوه عمال يكون لسه فاتح. كل سنه وانت طيبه. انت طيبه ويعود عليك الخير يا ما تسيبنيش حبيبتي. مع البنت دي تاني. يا قلب امك يا اسم الله عليكي يا قلبي. ما تسيبنيش معاها تاني، ما لا، تسيبنيش خلاص معاها مش تاني هسيبك. يا اختي. ماما الحقيني يا ماما، خديني يا ماما. انا بعيط يا ماما. الله يسامحك يا ريم. طب كنت سيبيني النهارده بس، كنت سيبيني النهارده بس. مين اللي بيمشي مين يا مروه؟ هي اللي بتمشيك ولا انت اللي بتمشيها؟ 9 الصبح كوبايه نسكافيه جنبي. اه مامي شغالة لا بقى، ما اه. تعملي ازاي بصي. طيب قلت لها ايه؟ اختي النسكافيه اهو. قلت لها من امتى يا اختي؟ قالت لي قومي يلا عشان انا بلبس اهو عشان نروح الاهرامات. يا نعم نهار ابيض. نعم اهرامات اهرامات امشي وانا نايمه مش قايمه من النوم. اهرامات. عملت ايه ولا يقول لك كده قومي زي الهبله كده؟ مشيت وراها زي الهبله يا ماما، زي الهبله زي الهبله. ليه يا ريم تعملي في ماما الله كده؟ يسامحك يا بنت محمد. ليه يا ريم كده يا ريم؟ اسف سلام. استفدتي ايه بقى؟